السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ثم تشوفوا في هذا الفيديو انا جبت لكم طريقة عمل خبز في الكوشة بدون عجن وطريقة سهلة. يلا نتابعوا الفيديو الاخير. انا نجيب ريسيبيون، ندير ملعقة تاع خميرة وملعقة نتاع السكر، ونجيب الحليب يكون دافي على حسب الكميه. هنا درت كاس كما تشوفوا، انا درت زوج خبزات يعني خلطتهم، خليت تتفاعل الخميره مليح، ومن بعد نضيف حبه تاع صفار تاع بيض تاع البيضاء، ونخلي صفار من بعد نحتاجو. ودرت 4 ملاعق نتاع زيت، ومن بعد ندير الفرينه، ندير بشويه بشويه ونشوف اسكو تحتاج ولا لا. نبقى نضيف غير بشويه هذا مكان، ومن بعد ندير الملح. شوفوا خلطتها غير بالملعقه هذا مكان غير شويه، وحطيتها تتفاعل يعني باش من بعد تشوفوا يتضاعف الحجم تاعها. لهنا خليتها ترتاح، صديبون الكوزينه تاعكم تكون دافيه ولا. هنايا نضربها بايدي هكا، نديغازيها هكذا، نضربها بايدي، ومن بعد ندير في ايدي الزيت هكذا، ومن بعد كيما راكم تشوفوا هاني نضرب فيها مليح شويه هذا مكان. ومن بعد نجيب قلت لكم ندير الزيت في ايدي، نجيب البلاطو نتاعي، ندير البابي كويسون هكذا، ونقسمها العجينه على زوج. راح ندير زوج، نتوما ديروا كيما تحبوا الخبز اللي تقدروا تنوعوه كيما تحبوا. انا درت هذه تاع الورده، حطيت الكاس في الوسط، ونجيب الموس ونقسم بالطريقه هذه هكذا باش ندير تجي يعني شكل نتاع ورده. الموس ديروا له شويه تاع الزيت هكا ما تنسلكمش في العجينه. هنا نحي الكاس نتاعي، ونشوفوا كما قلت لكم ديروا الزيت تاعي في ايديكم ما باش تصلكمش في يديكم، ونديرها بالطريقه هذه تحصلوا على الشكل تاع ورده. كما قلت لكم تقدروا تشكلوا كيما تحبوا. هذه هنا جبت الصفار تاع البيضه، درت شويه تاع الحليب ونخلطها مليح مليح مليح، وندهن الخبز نتاعي، بعد درت فوقها السينوج ونخليها ترتاح في جهه تكون دافيه. لهنا نجو الخبزه الثانيه، قسمتها على 3 باش ندير ضفيره. نديرها بالطريقه هذه، نحلهم يعني وندير ضفيره كامل نعرفوها، نديرها بالطريقه هذه، وجي روعه ثاني عجبتني تاع الضفيره عليكم. وندير لها بنفس الطريقه، ندهنها ونحطها نحطها في الصينيه هذه. انا درتها صغيره الضفيره هذه، ما درتهاش كبيره هذه الخبزه هكذا. ونجيب الصفار تاع البيضه هذيك، ندهن الخبز، ندهن الخبزه بالطريقه هذه، ندهنها مليح مليح باش تدخل البيضه يدخل، وندير سينوج ونخليها ترتاح في جهه تكون دافيه. هنا كيما تشوفوا راهي صاي تنفخت يعني كيما تشوفوا الخبز. نحطها في الفوغ، نشعلها من تحت ومن بعد نشعلها من فوق ونحمرها بالطريقه هذه. شوفوا كيفاش جات تشهي روعه، المنظر تاعها احمر هكا كيفاش روعه. نحبها بالطريقه هذه. كاين اللي يحبها صفراء، مي نحبها تكون شويه فيها الحموريه هذه. هاي قسمتها. ومهم نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ونقول لكم فيديو قادم. سلام.